أهلا بكم في فيديو جديد. غلق كلية الهندسة بجامعة حلوان 3 أيام للتعقيم بعد وفاة طالب مصاب بكورونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكدت مصادر بجامعة حلوان غلق كلية الهندسة بالجامعة لمدة 3 أيام بداية من غدا السبت لأعمال التعقيم والتطهير بمدرجات ومباني الكلية بأكملها للحفاظ على صحة الطلاب والعاملين بالكلية وأعضاء هيئة التدريس، مشيرا إلى وقف الدراسة بالكلية خلال الثلاثة أيام وتحويل محاضرات الطلبة أونلاين مع عودة الدراسة بالكلية لطبيعتها ابتداء من الثلاثاء المقبل. وأكدت المصادر أن قرار الغلق جاء بعد وفاة طالب بالفرقة الرابعة بالكلية، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية. وفي وقت سابق اليوم كان الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشؤون التعليم والطلاب أكد استمرار الدراسة بمختلف كليات وأقسام الجامعة وفقا للجدول المعلن للطلاب سواء كان حضوريا أو أونلاين من خلال منصة الجامعة التعليمية. وأشار الدكتور حسام رفاعي في تصريح خاص لليوم السابع إلى أن الجامعة ملتزمة بقرارات المجلس الأعلى للجامعات، موضحا أن هناك التزاما في رفع المقررات الدراسية على المنصة وتقديم المحاضرات الحضورية للطلاب. كما أضاف الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشؤون التعليم والطلاب أن الامتحانات الخاصة بنهاية الفصل الدراسي الأول ستتم بشكلها الطبيعي مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتقليل كثافة الطلاب داخل اللجان لمراعاة التباعد الاجتماعي.